شكرا كابتن سيف، ألف مبروك. ويمكن أن يكون حديث الكابتن سيف مساوي هو بمثابة شهادة للمدرب ميشو. أيضا بجانب الحارس ياسين الحظ. كابتن ياسين، كيف تنظر لهذه المباراة؟ فكما شاف الجمهور، فمن بعد التعادل ديالنا في الميدان ديالنا امام فريق القطن الكاميروني، فاحنا كنا عازمين كل عزم اننا نحققوا نتيجه 3 نقاط هنا بالخرطوم، فما تاتاش لنا ذلك، فقمنا مقابله كبيره، فما ساعدناش الحظ كما شفتوا. فالحكم اعلن على ضربه جزاء خياليه، فان شاء الله في الاعاده غادي تشوفوها. وان شاء الله حنا تنوعدوا الجماهير ديالنا ان شاء الله في المقابله الجايه امام فريق انيمبا غادي نمشيو لنيجيريا، وحنا ان شاء الله عازمين باش نحققوا واحد نتيجه ايجابيه ونجيبوا واحد الفوز ان شاء الله من نيجيريا. الفريق عانى من غيابات كثيرة، هل كان لها تأثير واضح على أدائكم؟ ففريق الرجاء البيضاوي فعنده تركيبه بشريه غنيه، فما تاثروش عندنا الغيابات، فالحمد لله. فكيف شفتوا اللاعبين اللي حضروا في المقابله فادوا واحد طابع كروي جميل، فما كناش مركزين في ثلث اخير من الملعب، ولكن ان شاء الله في المقابله الجايه ان شاء الله غادي نوعدوا الجمهور ديالنا ان شاء الله غادي نفوز باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا.